وبعد كده احنا بنحتاج ننشف الجثه كويس جدا، فبنحطها في ملح النترون علشان نطلع من الجثه دي كل ذره ميه ودهون تسمح بنمو البكتيريا. وبعد ما الجثه تبقى ناشفه 100% بندهنها بعطر سائل علشان نسد المسام والفراغات اللي في الجلد، علشان نمنع دخول اي رطوبه، وبالتالي يبقى الجلد عازل للرطوبه وما يسيبش منفذ لاي حشرات او بكتيريا تقدر ان هي تعدي منه. الجثه بعد ما خرجنا منها كل الاعضاء دي بيبقى شكلها مترهل جدا، وتحس ان الجسم بقى ممصوص بسبب الوزن الكبير اللي هو خسره. فالمصريين بداوا ان هم يحطوا رمل ما بين الجلد وما بين العضلات علشان يحلوا مشكله الترهل ويعوضوا فقدان الحجم اللي الجثه فقدته. طبعا بعد ما خلصنا كل الخطوات دي لازم نسد كل الفراغات والفتحات اللي في جسم الموميا. بنسد الودان والعينين والمناخير والبق واي فتحه احنا فتحناها علشان نخرج الاعضاء، وده بيبقى بواسطه شمع العسل. وقبل الخطوه الاخيره في التحنيط كانوا بيحطوا الموميا ميك اب، كانوا بيوردوا الخدود وكده علشان يوم البعث تبقى صاحيه شكلها جميل.